أهلا وسهلا بكم. وفاة 20 معتمر وإصابة 29 آخرين في حادث مروري بالسعودية. توفي وأصيب اليوم الاثنين ما لا يقل عن 20 معتمر يمني في حادث مروري مروع في الأراضي السعودية. وقالت مصادر محلية أن ما لا يقل عن 20 معتمر يمني سقطوا عصر اليوم الاثنين إثر حادث مروري تعرضت له حافلة نقل ركاب بمنطقة عسير. وأضافت أن الحافلة تعرضت لحادثة انقلاب في عقبة شعار بمدينة عسير. وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 معتمر يمني توفوا جراء الحادث وأصيب 29 آخرين. وبحسب المصادر فإن سيارات الدفاع المدني السعودية هرعت إلى مكان الحادث لإنقاذ عدد من المصابين ونقل الموتى إلى المستشفيات. كما أفادت تقارير إعلامية سعودية أن حافلة الركاب التي حدث خلل في مكابحها اصطدمت بجسر بين مدينتي أبها ومحايا العسير في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، سائلين الله عز وجل أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويشفي مصابهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها